عمرك سولتي راسك علاش كاينين ناس ملي كطيح عليهم الضيقة كيبقاو واقفين، وناس خرين أول مشكل صغير كيطيحوا؟ الجواب بسيط بزاف، ماشي حيت كيربحوا بزاف، ولكن حيت عارفين فين يحطوا فلوسهم. واليوم غادي نهضروا على واحد الحاجة اللي كانت عند جداتنا وبقات صالحة حتى نهار اليوم: الذهب. دابا بزاف ديال البنات كيقولوا الذهب ولا غالي، نخليه حتى يطيح الثمن. ولكن هنا فين كاين أكبر خطأ كيدار، حيت التاريخ كامل كيقول لنا واحد الحقيقة: الذهب ما كيهبطش، غير كيطلع بشوية بشوية. إلا ما طلعش دابا غادي يطلع من بعد، وإلا ما شريتيش اليوم غادي تقولي من بعد يا ريتني خديته. خليني نعطيك مثال بسيط: 1000 درهم دابا إلا خليتيهم مخبيين في الدار، من بعد 5 ولا 10 سنين راه غادي يبقاو غير 1000 درهم، ولكن قيمتهم نقصات. أما إلا دوزتيهم في الذهب راه القيمة ديالهم كتطلع مع الوقت. وهنا كنطرح عليك السؤال الحقيقي: واش باغية تخزني الفلوس ولا باغية تحافظي على قيمتهم؟ دابا علاش خاصك تشري الذهب دابا بالضبط؟ أول حاجة، الذهب ماشي موضة، ماشي ترند ويدوز. الذهب قيمة دائمة. تاني حاجة، الذهب أمان. نهار لا قدر الله وقعت شي ضيقة ما كتحتاجيش تسلفي، ما كتحتاجيش تشرحي وضعك، كتكوني معتمدة على راسك. تالت حاجة، وهاد النقطة بزاف كينساوها: الذهب كيجمع بين الجمال والمنفعة. كتلبسيه كيزينك، وفي نفس الوقت راه فلوس مخزونة فوق جسمك. ولكن دابا نجيو الأهم: شنو النصائح قبل ما تشري الذهب؟ حيت هنا فين بزاف ديال البنات كيخسروا. النصيحة الأولى: ما تشريش بالماركة، شري بالغرام. حيت نهار غادي تبيعي ما غاديش يسولوك شكون صايبو ولا شحال زوين، غادي يسولوك شحال فيه من غرام. النصيحة الثانية: بعدي على الحجر. الحجر كتخلصي فيه، ولكن ما كيتحسبش ليك ملي كتبيعي. خدي موديلات سامبل نقيين بلا تعقيد. النصيحة الثالثة: ما تبدايش بالكبير، بداي بالصغير. خاتم، حويلقات، براسلي رقيق، الحاجة اللي تقدي عليها بلا ضغط. النصيحة الرابعة، وهذه مهمة بزاف: شري من عند واحد تكوني واثقة فيه، محل معروف، ناس داخلة خارجة، وضروري تاخدي الروسي وتراجعيه. دابا نجيو الفكرة كتحبس بزاف ديال البنات: أنا ما عنديش باش نشري الذهب. واخا غير 50 درهم 100 درهم، جمعيهم، حطيهم في حصالة في صندوق ونسيهم. شهر على شهر، عام على عام، غادي تفاجئي براسك. راه الواد ما كيحملش مرة واحدة، كيحمل بشوية بشوية. واخا نختم معاك بهاد الفكرة: الذهب ماشي باش تبيعيه مع أول مشكل، خليه آخر حل، خليه قوة صامتة عندك. إلا بغيتي تكوني مرا قوية واقفة على رجليك وما مربوطة بحتى واحد، بداي بالوعي المالي. والوعي المالي كيبدا بخطوة صغيرة، يمكن تكون خاتم. إلا عجبك هذا الفيديو ديري لايك باش يوصل لبنات اخرين، وكتبي لي في الكومنت واش أول قطرة دهب شريتيها ولا باقي. وما تنسايش تتابعيني حيت الجاي أقوى. يلا.